بين اللغة النوبية القديمة واللغة النوبية المعاصرة؟ في إلى حد ما بعض الاختلافات. آه. وفي كلمات تلاشت طبعا مع دخول الثقافة العربية الإسلامية، وأصبحت النوبة كلها مسلمة وعباداتهم باللغة العربية، فابتدت كل فترة كلمة عربية تدخل على حساب كلمة نوبية. ولكن اللغة اللي بنتكلم بيها دلوقتي دي يعني تأكدنا من إن هي كانت اللغة اللي موجودة من حوالي 1450 سنة قبل الميلاد، اللي هو في عصر بناء معبد أبو سمبل. ليه؟ لأن لما نيجي نشوف معبد أبو سمبل وتعامد الشمس على قدس الأقداس، هي مسألة جغرافية، انقلاب شتوي وانقلاب صيفي. تمام. فلما نقف فوق المعبد ونشوف الانقلاب الشتوي والانقلاب الصيفي بيتم فين، نلاقي إن الانقلاب الشتوي اللي هو في أقصى الجنوب منطقة كان اسمها مشنكد، ودي كانت في قسطل. والمنطقة اللي بيحصل عندها الانقلاب الصيفي في أقصى الشمال كان في طرف أبو سمبل كان اسمه مشاكيلة. ودي أسماء فرعونية توارثناها كما هي. نيجي نشوف المعاني. مشنكد يعني حجر الشمس بالنوبي اللي احنا بنتكلم بيه النهارده، ومشاكيلة يعني حد الشمس. إذا هذه الأسماء أطلقت عند بناء المعبد، وبالتالي هذه الكلمات كانت موجودة من 1450 قبل الميلاد اللي هو وقت بناء معبد أبو سمبل. وبكده استشهدنا بأن اللغة اللي احنا بنتكلم بيها هي نفس اللغة ولكن مع إضافات وحذف. بس هل كانت اللغة النوبية بتسمى بمسمى آخر غير اللغة النوبية؟ وكان اسمها نوبين. نوبين دي بترجع لإيه أو بترمز لإيه بالظبط؟ والله هو الاسم طبعا يقال إن كلمة نب هي الذهب في المصرية القديمة. طب ما هي المصرية القديمة هي النوبية. نب أو نب؟ لا، هو النب يعني هو يمكن اختلاف التشكيل. اختلاف التشكيل. بترمز إلى ذهب. ده كان سمعت الموضوع. لا، اسمه الذهب. اسمه الذهب. والنب اللي هو تراب الدهب اسمه نب. هل كان ده بيرجع ان النوبة زمان كان فيها مناجم ذهب واشياء من هذا القبيل ولا؟ والله للآن في مناجم ذهب في النوبة. للآن في مناجم ذهب. ولو شفت اللي هي فيما يتعلق بالسودان، السودان عندها نظام في البحث عن الذهب انها بتطلق المسألة لمن يريد، لمن يستطيع، اللي يقدر يروح يدور. فكل واحد معاه جهاز ما بيكشف وشغالين، وكل واحد بيطلع كميات على قد ومباحة قانونا مباحة عندهم. وكل الكلام ده برضه موجود في النوبة والى الآن. كنا عايزين نرجع تاني للغة النوبية، وهل في تشابه بين اللغة والكتابات اللغة النوبية واللغة الفرعونية؟ لا إطلاقا. بالأشكال والحروف؟ لا إطلاقا. اللغة النوبية واخد شكل مختلف تماما عن الكتابات الفرعونية، إنما هي متأثرة باليونانية القديمة فيما يتعلق بالحرف اللي احنا بنكتب بيه النهارده. إنما في اللي هو حضارة مروي اللي هي حوالي 800 أو 1000 سنة قبل الميلاد، دي كتاباتها موجودة إلى الآن في جبل اسمه جبل البركل. إنما لسه الرموز ما اتفكتش. بس قبل اكتشاف اللغة النوبية كانت بتكتب بهذه الطريقة برضه؟ امتى قبل اكتشاف الكتابة الأخيرة؟ آخر كتابة ليها؟ لا، كل واحد كان بيكتب بأسلوبه. يعني في ناس كانوا يكتبوا اللي هم بالذات كتاب الأغاني، اللي بيكتب يطوع الحرف العربي يحط إصفار زيادة، اللي يكتب الحرف الإنجليزي أو اللاتيني. فكل واحد كان مجتهد. فلغاية ما جينا بقى الدكتور مختار حل المشكلة، وبنعتبره فعلا شامبليون وادي النيل. كنا عارفين ان حضرتك دلوقتي بتحاضر في كتابات اللغة النوبية. نعم. حضرتك فعلا بتوثق وبتحاول نتوثق اللغة النوبية وتعلمها تسلمها لجيل جديد. ازاي حضرتك واخد الخطوات دي او بتتبعها ازاي؟ هو اولا في منظور قومي في هذه المسألة. ايه هو؟ ان النهارده المجتمع المصري عموما بيستمتع بالغناء النوبي، ولكن مش فاهمينه. طب مين اللي المفروض يفهم المجتمع؟ المفروض اصحاب اللغة. طب افهمها لهم ازاي؟ فلازم نبتدي نكتب ونعلم هذه اللغة على اساس انها تكون لغة متداولة، وفي نفس الوقت ننشرها ما بين ابنائنا عشان يحصل تواصل ما بين الاجيال. هل ممكن في الفترة الجاية دي يتم انشاء مركز ثقافي نوبي خاص بالنوبة بس؟ والله هو في مراكز. المراكز زي ايه حضرتك؟ في مركز بس للاسف هو دلوقتي في الخرطوم المقر بتاعه اسمه مركز التوثيق والدراسات النوبية. ده مركز متخصص للدراسات النوبية. هنا احنا في جمعية التراث النوبي متخصصين للدراسات النوبية. تمام.
ليه حطب حضرتك الأنشطة ديت ما تعمش على بقية الجمعيات والدور الأهلية الخاصة بكل قرى من القرى النوبية؟ والله لا، هي بصدد أن تعم، وإن شاء الله يعني يمكن يوم 29/9 في مؤتمر عن الأدب النوبي وأثره في الثقافة المصرية عموما في المركز اللي هو في الأوبرا، المجلس الأعلى للثقافة، ودي تنظيم جمعية من جمعيات القرى النوبية اللي هي جمعية جورتا. جمعية جورتا، فإن شاء الله ده يوم الخميس اللي جاي الساعة 7. تمام. فإذا يعني الجمعيات شغالة، إنما جهد المقل. أكيد. هل ممكن لسه يعني حضرتك لو تسمح لنا بيت أو قصيدة من قصائد حضرتك أو بعض الأبيات من قصيدة كتبتها ابتهاجا بعودة النوبيين إلى قراهم الأصلية. قلت فيها: وذهبت للميقات عند الجانب الغربي من وادي النخيل، فخلعت نعلي لأرقب أرض أجدادي وما آنست نارا، إنما انسابت إلى أذني أنغام الخليل، فسلكت صوب اللحن دربا قد أعد لحفل عرس أعلن التاريخ عنه، داعيا كل الرجال الثمر والنهر الأصيل، ووصلت عند الشاطئ النوبي مبتهجا أعب الذكريات، إلى أن أنتهي بالقصيدة في النهاية أقول فيها: يا أرض الحضارة اسلكي هذا السبيل، فسجدت عند الشاطئ النوبي مبتهلا لأن الماء منه كل شيء حي، يا أرض الحضارة فاسلكي هذا السبيل. أستاذ محي، هل الهجرة أثرت على أشعار حضرتك أو؟ نعم، هي الهجرة يعني يمكن المؤثر رقم واحد. نعم. إيه اختلف في الأستاذ محي؟ لا، طبعا شكل الحياة في قرانا كان عبارة عن نهر النيل، وبعد كده أشجار الصمت وأشجار النخيل والزراعات والبيوت، ومن خلفنا المرتفعات الجبلية. فكانت الحياة أولا مجتمع واحد، مفيش اختلاط مجتمعات، مفيش حوار ثقافات أو حوار حضارات، لا، هي حضارتنا أو ثقافتنا، والجو مناسب جدا. فلما نتشال من المكان ده دفعة واحدة ونوضع على مسافة حوالي كام 20 كيلومتر من نهر النيل، ولا زرع ولا ماء، وخلاص بقى يعني مجتمع صحراوي بحت، إضافة إلى التغيرات والاختلاط وكده، فطبعا كل ده كان لازم يعمل كده، يفرمل الواحد ويبتدي بقى يعد أوراقه من جديد. أخيرا يا أستاذ محي، كنا عايزين بس نعرف في الآخر إيه الخطوات اللي ممكن نتبعها إن احنا نحافظ على تراثنا النوبي؟ التراث النوبي ما هي أمور كثيرة. فيما يتعلق باللغة لابد أن نحافظ على خصوصية اللغة بأن احنا نشجع كتاب الأغاني، لأن الأغنية بتتحفظ بسهولة. فلو شجعنا كتاب الأغاني إن هم ينوبوا أو يكتبوها بكلمات نوبية صرفة، كده ممكن نعلم النشء اللغة فيما يتعلق باللغة. الجوانب الأخرى مفروض نتمسك بها، يعني الزي. النهارده نادي النوبي، انت لو رحت اجتماع من اجتماعات النادي النوبي هتحس انك انت في اجتماع داخل البرلمان الأوروبي. ما اختلفناش. طب فين السمت؟ وطبعا هذا الكلام انا ايضا اقوله على مصر. النهارده مصر كدوله اقصى الشمال رشيد ودمياط لابسين ايه؟ جلابيه وعمه وشال. طب ليه القاهره تنازلت؟ بالظبط. الصعيد ما لابس جلابيه وعمه وشال برضه. ايه النقطه تاني من النقط اللي ممكن نحافظ عليها؟ والله يمكن النقط تغير البيئه هزت النقاط الاخرى، الا بعض العادات والتقاليد ممكن نحافظ عليها فيما يتعلق بالافراح، فيما يتعلق بالواجبات المختلفه، ممكن نحافظ عليها بشكل يعني قدر المتاح. اكيد ان شاء الله. في نهايه البرنامج احنا بنشكر حضرتك يا استاذ محي، كنا سعداء بحضرتك جدا النهارده وكنت منور نوبه. بارك الله فيكم، موفقين ان شاء الله. شكرا حضرتك.